اكتر غلطة بيعملها اي حد داخل الجيم انه بيمسك وزن عشوائي ويقول لك انا كده بتمرن وخلاص. يا كوتش، اختيار الوزن الصح مش رفاهية، ده هو اللي هيحدد انت هتكبر ولا هتفضل زي ما انت. ليه الوزن مهم؟ الجسم بيتعامل مع التمرين على انه ستريس. لما تشيل وزن تقيل نسبيا على عضلاتك بيحصل حاجة اسمها مايكرو تيرز او تمزقات صغيرة في الالياف. الجسم يترجم ده على انه تهديد فيبدأ يعالج ويقوي العضلة اكتر، وده اللي اسمه الاستشفاء العضلي. لكن لو الوزن خفيف ومريح جسمك مش شايف داعي يقوي نفسه، فبالتالي مفيش نتيجة. ازاي تحدد الوزن المناسب اللي يفرق معاك بجد؟ لو انت مبتدئ اختار وزن تقدر تجيب بيه من 8 ل 12 عدة بشكل صح. لازم توصل في اخر عدتين لمرحلة مقاومة وصعوبة. لو حسيت انك تقدر تكمل عادي من غير مجهود يبقى الوزن خفيف. لو مش قادر تعدي 5 عدات الوزن تقيل زيادة عن اللزوم، فخفف والعب صح يا كوتش. موضوع مش وزن وبس، ده كمان فورم. الفورم هو طريقة اللي بتلعب بيها تمرين. ناس كتير بتلعب بوزن تقيل بس بتلعب بفورم غلط. المفتاح اللي من غيره مش هتتطور هو البروجريسيف اوفرلود. البروجريسيف اوفرلود انك تزود الحمل على عضلاتك بشكل تدريجي عشان تفضل تجبرها انها تكبر. لو فضلت تلعب بنفس الوزن طول السنه النتيجه واحده، جسمك ثابت. في الحل تزود الحمل تدريجي اللي هو بروجريسيف اوفرلود. مثال انك تزود نص كيلو او كيلو كل اسبوع او اسبوعين، او تزود عدد العدات مثلا من 8 ل 10، او تزود المجاميع. المهم جسمك يحس ان في حمل جديد. معلومة مهمة، التقدم مش معناه دايما زيادة الوزن. ساعات التقدم انك تعمل نفس الوزن بس بفورم انضف. غلطات مشهورة: تلعب بوزن خفيف وتعمل 20 عد وتفتكر كده العضلة هتكبر، تلعب بوزن تقيل وتكسر فورم وتبوظ التمرين، انك ما تسجلش اوزانك وتفضل كل مرة تتمرن من دماغك. الخلاصة الوزن المناسب هو اللي يخليك توصل لاخر عدة ويكون ده شكلك، ومع الوقت زود الاوزان تدريجيا. ساعتها جسمك هيتطور وتلاحظ نتيجة. ما تستهونش بالزيادة الصغيرة، نص كيلو كل أسبوع بعد 6 شهور فرق شاسع. فلو الفيديو ده وضحك الصورة دوس لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لك كل جديد عن أسرار الجيم يا كوتش. سلام.